الأجانب والمراسلين الأجانب بشكل خاص. النقطة اللي أشار إليها السيد عمرو موسى كانت نقطة مهمة جدا، اللي ما ظهرش في الإعلام إن احنا مجموعة من الإسلاميين ومجموعة من الإخوة المختصين والأخوات عقدنا حوالي 10 اجتماعات مع حزب النور، لأن حزب النور كان عنده هذا التخوف، وكان بيظن إن كلمة مدنية تعني ضد الدين، وكان قلق بعد ما تقرر إلغاء المادة 219، وهي مادة في الحقيقة من شاذة يعني المواد اللي أنا قرأت عنها في أي دساتير. أنا متأكد لو طرحت على حضراتكم النص يعني لا يستوعبه ولا يفهمه إلا المختص في علم أصول الفقه بصفة خاصة، حتى لو كان خريج أزهر في علوم أخرى أو مدارس إسلامية أو أحزاب إسلامية. النص كان بيقول مبادئ الشريعة الإسلامية، وده مفروض بيفسر المادة 2 اللي هي سهلة وواضحة يعرفها العامي والمتعلم والعامل والفلاح. المادة كانت بتقول إنه مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. وده كلام لا يفقهه إلا دارس شريعة ومختص في علم أصول الفقه. عقدنا 10 اجتماعات مع منهم الشيخ يونس مخيون، عبد المنعم الشحات، دكتور محمد إبراهيم منصور، ومع آخرين للاطمئنان، ولم يرضوا إلا وقد اطمأنوا أن المادة الثانية مادة كافية جدا، وأن هذا الدستور ليس ضد الدين. وأيضا بعد إضافة جملة في الديباجة تشير إلى أن الذي يفسر مبادئ الشريعة هي المحكمة الدستورية العليا. فاطمأن حزب النور ووافق على هذه الفقرة، ومر الدستور وهو يضمن كل حقوق البشر والمواطنين اللي عايشين في مصر، وكله في صلب الدين. العدالة من صلب الدين، المساواة من صلب الدين، الحرية من صلب الدين. ليس هناك إشارة خفية أو ظاهرة في المواد التي درسناها وأثبتناها مما يسيء إلى الدين أو يعقد مشكلة فهم الدين بشكل خاص. أنا أحب أقول لكم نقطتين تانيين إذا سمح السيد الرئيس والأخ ماجد. النقطة لو نظرت في المادة 217 ستجدوا أن هناك فارقا في البعد الزمني بين فهم لجنة ال50 التي درست هذا الدستور واللجان السابقة التي وضعت دساتير أخرى. المادة كانت بتقول إن الهيئات الرقابية والأجهزة الرقابية بتقدم تقاريرها السنوية إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب أو النواب بعد 30 يوم من نشره. فأنا سألت السيد عمرو موسى يعني قلت له يا ترى هيبعتوها على حمار ولا ايه؟ التقارير ده هتروح رئاسة الجمهورية من مدينة نصر على حمار؟ وفورا اللجنة كلها قررت أن تكون فور صدورها. ده يمكن محدش واخد باله من نقطة زي دي، إنما ده بعد زمني. الإحساس بالزمن في هذا الدستور وبقيمة الوقت كان نقطة فاصلة،
ونقطة مهمة جدا